السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب ست بسيطة وبنوتة؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. النهاردة يا حبايب قلب البنوتة هفتني ان انا اعمل كده كيكة بالكاكاو، بس انا معنديش لبن. قلت مش هعملها، لا هعملها. هتعمليها ايه يا بنوتة؟ بمية ولا بزبدة ولا بسمنة؟ هعملها بالزيت والمية وهتطلع ان شاء الله حلوة وجميلة. ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. يلا بينا نشوف مقاديرنا وخطواتنا البسيطة السهلة اللي البنوتة عودتها ليكو. هتعملها ازاي؟ ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده هبدأ بالمكونات السائلة. انا هعملها في الخلاط بتاعنا الجميل. اول حاجة هاخد كوباية الا ربع من الزيت. بصوا انا هعمل بالكوبايه دي، يعني الكيكه زي ما قلت لكم لازم يبقى بنفس مقدار الكوبايه، تكون واحده كل المعايير بتاعتك. فانا هاخد معيار كوبايه الا ربع من الزيت، ونشوف هنعمل ايه تاني. زي ما انتم ما شايفين كوبايه الا ربع كده، وابدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم واحط في قلب الخلاط، ونحط مقدار كوباية سكر او كوباية الا ربع سكر على حسب انت بتحبي درجة تحلية الكيكة قد ايه. زي ما انتم ما شايفين، وابدأ اسمي الله واحطه زي ما انتم ما شايفين، وابدأ بقى اضربه ضرب جامد كده لمدة دقيقة لغاية ما اتأكد ان السكر دايب. زي ما انتم ما شايفين اتأكدت ان السكر اتضرب مع زيت كويس جدا. هبدأ انزل بيه بالطين. بسم الله. اول بيضة، تاني بيضة، كيس الفانيليا بالشكل ده كله، حطي كله او معلقه كبيره من الفانيليا اللي هي السايله، معلقه كده كبيره من الخل، واحط نص معلقه كمان بالمنظر ده. بس كده، وابدا اضرب بقى كويس جدا الى ان كل المكونات تمتزج مع بعضها بالمنظر ده، واقول بسم الله وانزل بكوبايه الميه بالمنظر ده. ممكن تستغنوا عنها بكوباية من اللبن او كوباية من اللبن البودرة، وتبدأ تضرب لغاية ما يبقى معاكم باللون الابيض ده، اكنك حاطة لبن، ما تفرغوش عن ان انت حاطة مية. وتجيب الطبق بتاعك الجميل ده، تصب فيه كل المكونات السايلة وتسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ناصع البياض ازاي المنظر ده. نيجي بقى ننتقل على المكونات اللي هي الجافة، ونشوف هنعمل ايه. عبارة عن كوبايتين كبار ونص من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، معلقة ونص كبيرة من الكاكاو الخام، وكيس بيكنج باودر، رشة من الملح، وشكرا، ولا اكتر ولا اقل. نبدأ ان احنا نحط بقى الدقيق كده، طبعا منخولين كويس جدا كده. انا هحط الدقيق على دفعتين، كنت قلت على 3 براحتك. وابدا اقلب في اتجاه واحد كده، ما اقلبش كتير، مجرد بس الدقيق ايه يختفي. وتبداي ان انت تلاحظي بقى قوام العجينه، هل هي سايب، هل هي مثلا لا محتاجه ميه. يعني انت بقى والعجينه بتاعتك كده. احط كده اهو، نعمل كده الخليط. ابدا بقى ايه، بسم الله، وابدا لغايه ما الدقيق يختفي بالمنظر ده. محتاجه شويه صغيره من الميه، فانا هحط كده شويه صغننه خالص بالمنظر ده واقلب. انا بتكلم في ايه ده كده قوام ايه الكيكه بتاعتي. بسم الله بقى، بسم الله. بعد ما صبيتها في الصينيه اللي ادهنتها سمنه او زبده، ولازم تكون الحواف كل الصينيه مدهونه بالسمنه او بالزبده كويس جدا. حطيت الخليط، طبعا انا مشغله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق. اول ما تسخن عندي هقوم حطاها لمدة 35 دقيقة. بعد 25 دقيقة هبدأ افتح عليها واشوفها، واعمل لها اختبار الخلة او اختبار السكينة او اختبار الشوكة، اي حاجة من نص الكيكة هي كده. ابدأ اشوف
ان هي تمام ما فيهاش عجينه، هقفل عليها واسيبها 10 دقايق. طب لسه هسيبها 10 دقايق، بعد كده اقفل عليها واسيبها 10 دقايق تاني قبل ما اخرجها ونشوف النتيجه النهائيه. دي كيكه معموله بايه؟ بميه. ايوه كده، اياكوا تنسوا الكيكه اللي بميه، اللي بسم الله ما شاء الله حاجه في منتهى الجمال والروعه. عايزين تزودوا كاكاو عن كده براحتكم، عايزين تحطوا صوص شوكولاته، بصوا في منتهى الاريحيه. كيكتكم واعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. انا جيت كده بخطوات بسيطه علمتكم ازاي تعملوا كيكه بالميه. يعني ما عندكش شويه لبن، ما عندكش لبن، اعمليها وهتطلع في منتهى الجمال. يلا بينا نقطعها ونشوف بقى الهشاشه والطراوه والعلو بتاعها والمسامات بقى الضيقه، ويلا بينا نشوف. يعني انا عايزه السكينه بتنزل فيها، عارفين زي السكينه في الحلاوه، زي السكينه بقى في الكيك، طريه 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 في منتهى الجمال والحلاوه. نقطع بقى ونشوف هنعمل ايه. والله وعملوها الرجاله وعملوا احلى كيكه بالميه. بصوا يا ولاد، بصوا يا ولاد على اجمل واحلى كيكه. شفتوا المسامات بقى وايه؟ خطير خطير خطيره. شفتوا العلو؟ طبعا هي سخنه ومولعه، بس انا عايزه برضو ايه اوريكم جمالها كده وحلاوتها من جوه ودوبتها دوب. تورته يا ولاد، تورته تورته تورته، يعني بسم الله ما شاء الله على الحلاوه، على الجمال، في منتهى الروعه. لازم 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 تجربوا احلى واجمل كيكه بالميه بس، ولا بلبن ولا باي حاجه، ولا بلبن بودره، باي مشتقات لبن محطينها لهاش. بصوا في منتهى الجمال والحلاوه يا ولاد، بصوا ازاي، الله الله. طبعا مش عارفه اقول كلام تاني حلو عنها وتوصف ازاي. طعمها في منتهى الجمال والحلاوه، ريحتها حلوه قوي 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 كأنها معموله بلبن. ما تنسيش بقى باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس. ما تنسيش تقولي لكل حبايبك وقرايبك عن وصفات مطبخ ست بسيطه وبنوتتها اللي بيعملوها باسهل وابسط المكونات من البيت، بس مش هتكلفك كتير. وافدتكم بالف عافيه وصحه وسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.